زي ما عملت عندي هعمل عندها واكبر بخاطرها كده وافرحها على دخلة رمضان. وشوفوا بقى لما اكبر بخاطرها ربنا سبحانه وتعالى يسخر حد ليا كده يكبر بخاطري. لما ربنا سبحانه وتعالى يكبر بخاطر حد دي حاجة كبيرة قوي يا ولاد. يلا بينا نكبر بخاطر اللي حوالينا. جزء كبير من راحتك النفسية ورضاك عن حياتك بيتحقق بإنك تتقبل فكرة قلة حظك في جانب معين من جوانب حياتك، وتفهم إن ده شيء طبيعي ومنطقي جدا كمان. ودي حكمة ربنا في خلقه. مش الطبيعي يكون ليك حظ في كل جوانب حياتك، سواء بقى جواز أو ولاد أو صحاب أو شغل أو فلوس أو صحة. لازم تتقبل فكرة إن رزقك مش بالتساوي في كل النواحي، فطبيعي تفقد ناحية أو اتنين. كونك إنسان عايش في اختبار اسمه الدنيا بيتعارض مع فكرة الكمال، وإلا كان زمانك عايش في الجنة من دلوقتي. الرضا بالمقسوم عبادة. الدنيا عمرها ما هتكون كاملة وهتفضل ناقصة، بتكمل برضانا. وندعي ربنا يرزقنا البركة بالمتاح ويعوضنا عن كل نقص. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق سيدنا محمد، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ازيكم يا أحلى اخوات، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في خير وفي أحسن حال، اللهم أمين يا رب العالمين. اسفة جدا بقى على المقدمة الطويلة قوي دي. اهلا بيكي في كل بكل اخواتي وحبايبي اللي متابعيني على القناه. انا ايمان ودي قناتي يوميات بسيطه. طبعا هتسعديني باشتراكك في القناه وهتنوريني. تعالوا بقى كده ندخل على الروتين العميق جدا ده في بيت العيله تحت في بيت حماتي. قلت كده بقى في المطبخ لازم افرحها كده على دخلة رمضان، وانضف بقى المطبخ تنظيفه عميقه جدا. فيلا بقى كده، لو فتحت الفيديو بتاعي كده بالصدفة او اول مرة تشوفي قناتي بالصدفة برضو، لو عجبتك ما تنسيش كده تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس على الجميع عشان ان شاء الله اي فيديو انزله يوصلك باشعار وتستفادي منه باذن الله. ما تنسيش بقى كده في تعليق حلو منك تحت تصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واتم التسليم. اول حاجة كده انا فرجتكم على المطبخ، ده كان المطبخ كده حتة حتة فرجتكم عليه. بعد كده هوريكم بقى الورق الحائط اللي احنا جبناه للحائطة بتاعة المطبخ، وكمان شوية كماليات كده او حاجات بسيطة جدا كده لزوم بقى التجديد والتظبيط. ان شاء الله هنضف لها المطبخ تنظيفة عميقة حلوة كده، واكبر بخاطرها كده وافرحها على دخلة رمضان وتبقى كده مستقبلة رمضان بكل نشاط وبكل فرحة. وطبعا المطبخ لما بيكون نظيف عفوا المطبخ لما بيكون نظيف بنبقى كلنا حماس كده ومتشجعين. اول حاجة كده احنا جبنا 4 لفات من ورق الحائط اللي انتوا شايفينهم دول. اللفة ب35 جنيه، واللون ده عجبنا يعني كويس عجبنا، هيفتح المطبخ جامد. فالاختيارات بتاعت الالوان بتاعت الحاجات اللي موجودة دي كانت مع بعضها تمام، مش ذوق انا لوحدي. المهم جبنا اللون ده، جبنا 4 لفات. وعايزه اقول لكم في الاخر خالص بقى ال4 لفات دول كمان ما كملوش، كنا عايزين كمان تاني، بس للاسف لما روحنا سألنا تاني على بقية الورق ما لقناش نفس الشكل ده. فتمام فاكتفينا كده بقى ان احنا خلصنا بالورق. اللهم صل على سيدنا محمد بال4 لفات الورق دول. اول حاجه كده المطبخ كان مكركب جدا. انا كده هبدا كده واحده واحده وهمسك كده ركن ركن في المطبخ وانضفه كده تنظيف عميق عشان كل حته في المطبخ تاخد حقها كده من النظافه معايا. اول حاجه كده ما ينفعش اقف في المطبخ والحوض طبعا مش نظيف. كان المطبخ عليه الحوض كان عليه كركبه كتير جدا. بدات اول حاجه بغسيل المواعين. ابدأي كده بغسيل الاطباق والحلل الموجوده عندك. اللهم صل على سيدنا محمد. تالت حاجة بقى التربو ده ما كانش في المطبخ، كان في حتة تانية بره بعيد. فخلاص انا هضمه بقى للمطبخ وانضفه كويس جدا واغسله وبعد كده احطه في المطبخ. كان بقى في حاجات تانية كتير بعيد عن المطبخ في حتة تانية. فخلاص بقى هدخله المطبخ جوه، هغسله بقى غسلة كويسة لانه كان عليه تراب كتير جدا من قلة الاستعمال. فهنضفه بقى كويس، وكمان لو عليه اي زيوت او اي حاجة تتشال هحط كده كمان من الازازة اللي انتوا شايفينها بتاعت منظف البوتاجاز دي، وبالسلكة كده وشوية مية دافيين. وهمسك اللهم صل على سيدنا محمد، همسك التربو بتاعي وانضفه كده تنظيفة عميقة متينة. عشان كده التجديد لازم يبقى من كل حاجة.
قومي بقى كده لو لسه ما كملتيش مطبخك او لسه ما جددتيش مطبخك ما نضفتيش مطبخك، قومي كده تشجعي معايا تاني. انا عملت قبل كده سلسلة تنظيفات لمطبخي، ونضفنا حاجات كتير جدا في المطبخ، وشوفنا كمان الجزء الاخير، فكان بصراحة يعني طاقة ايجابية مفيش بعد كده. فقومي يلا بقى كده تشجعي معايا وتعالوا نشوف النظافة على حق. شطفتوا كده، شايفين الحاجة ساعة ما بتنضف بتبقى زي الجديدة. والله العظيم يا بنات بتبقى في راحة نفسية كده في الحاجة وهي نظيفة. إيه الحمد لله ان احنا بنقدر، وربنا عطينا صحة ان احنا ننظف الحاجة اللي في ايدينا. إيه، اخش بقى كده على الترابيزة كمان، وافضي التوابل في العلبة اللي احنا جايبينها، علبة البهارات دي. هفضي بقى كل التوابل اللي احنا حطيناها دي، كانت توابل شارينها كده وكانت موجودة بقيتها في الكيس ده. وكان في كمان توابل تانية، فهحط بقى كل حاجة في مكانها كده، وارمي الاكياس وافضي واحدة واحدة. دي ترابيزة كده خشب جنب البوتاجاز، بنحط عليها كده مع الرخامة دي كرتونة. كل ما الكرتونة بتبقى مش نظيفة بنشيلها وبنحط كرتونة تانية، تمام. فهي الترابيزة دي بنحط عليها بقى حلل، بنحط عليها اي حاجة. فبصراحة يعني مساعدانا كده جنب البوتاجاز. وفي كمان رفين كده من الرخامة برضو، دول بنحط عليهم توابل، بنحط عليهم كل حاجة. فهبدأ كده واحدة واحدة واظبط كده كل حاجة. اول حاجة كده خلصت التربو، كمان خلصت الحوض. هبدأ بقى كده كمان واخلص الترابيزة. خلص كده، خلصت كل التوابل، حطيت كل حاجة في مكانها، والملح بقى والبهارات بتاعتي كل حاجة كده حطيتها في مكانها. ده احنا جايبينه جديد طقم التوابل ده كمان. ده كمان كنا محتاجينه، فبالتالي ده ب65 جنيه او ب55 جنيه. جبناه كده واحطه على الترابيزة برضو بتوابله كده، واحط شاي وسكر بقى وملح، يعني الحاجات اللي هي موجودة في كل بيت وعارفين نحطها فين دي، تمام. هظبط بقى الترابيزة واشيل الرخامة دي واغسلها بقى كده كويس. الرخامة دي برضو كانت باقية مش عارفة من ايه، وحطيناها كده. نحط عليها بقى حاجة سخنة، نعمل عليها اي حاجة، تمام. هشيلها برضو كده واغسلها كويس جدا تحت الحنفية. والترابيزة اللي انتوا شايفينها دي كانت مدهونة، بس الدهان بقى اشهر من عليها. هشطفها كده برضو بالسلكية حاجة بسيطة، وكمان همسحها. وبعد كده هنفرشها ونشوف هنفرشها ايه. بصراحة انا كنت عايزة اجيب لها ستيكر، بس يعني هجيب لفة ستيكر بحالها، عشان خاطر الترابيزة مربعة مش يعني لقيتها مش مستاهلة. هنحط بس الرخامة عليها، وهفرش عليها برضو حاجة كده تكون شكلها حلو وتدي معايا منظر حلو، تمام. كنت هعملها ورق حائط، بس برضو قلت لا، الحيطة بقى شكل والترابيزة تبقى شكل تاني. ما ينفعش بقى كل حاجة كده تبقى شكل بعضها، تمام. فورق الحائط للحائط. صلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة واتم التسليم. همسك بقى كده الرخامة دي واغسلها بسلكية غسيل حلو جدا كده. وبعد كده اسيبها تنشف، وبعدين على طول احطها على الترابيزة. فخلاص بقى يلا بينا نشوف هنعمل ايه. الحيطة بتاعتنا طبعا شكلها إيه ما يشجعش خالص، لازم نظبطها كده، ونلزق عليها بقى الورق بتاعنا ونغير شكلها بقى كده 180 درجة. عايزه اقول لكم الحيطه الدهان اللي على الحيطه ده كمان احنا اللي كنا دهنينه كده بالرولة ومغيرين شكل المطبخ، تمام. فالمره دي بقى هنغيره بورق الحائط ونشوف النتيجه عامله ازاي. دول كده الرفين الرخام برضو كان عليهم حاجات كتير جدا، بنحط عليهم بقى كل حاجة كده برضو. فهنمسكهم كده نغسلهم غسلة حلوة، وبرضو نلزقهم بورق الحائط. انا كنت عايزة اجيب لهم برضو حاجة غير ان احنا كنا فرشين عليهم برضو زي كراتين كده بنعين عليهم. لا، هنضفهم بقى كده واغسلهم وانشفهم، وكمان هلزق عليهم من الورق الحائط، تمام. وكان المفروض كده لزقت عليهم حاجة تانية، بس الفكرة جات لي بقى وانا بلزق الحيطة كده، قلت مش مشكلة هلزقهم كده ورقتين لزقتين كده من ورق الحائط، وفي نفس الوقت يبقى شكلهم حلو ومش وحش، يعني هتبقى تمام معانا. هنشفهم بقى كويس ويلا بينا على البوتاجاز. عايز غسلة حلوة البوتاجاز بقى من غير اتدمر بصراحة. البوتاجاز ده كان جديد، بس عشان طبعا بيت عيلة وشغل عليه على طول، فالبوتاجاز ما بقاش يعني ده بقى البوتاجاز، تمام. ساعة ما تشوف الفيديو بصراحة هتضحك عليه، بس ده كده اللي باقي من البوتاجاز. هننضفه ونظبطه، وكمان هنلزق كده اللزقه بتاعه البوتاجاز ورا الباب، بحيث ان انت لو عندك البوتاجاز بتاعك الباب بتاعه او الغطا بتاع البوتاجاز وقع او اتكسر، هاتي بقى كده اللزقه بتاعه البوتاجاز دي وحطيها وراه. هتديكي كده شكل جميل للبوتاجاز بتاعك، كأن كده الباب محطوط على طول ورا البوتاجاز. ايوه
اسمه إيه، غطا البوتاجاز أكِن الغطا محطوط على طول، تمام. فهالزقها كده وهنشوف كمان رأيكم فيها إيه. ممكن تاخدوها فكرة لو عندكم البوتاجاز بتاعكم مكسور أو فيه حاجة، تاخدوها مني فكرة كده وكمان تعملوها وإن شاء الله تعجبكم وتستفادوا منها. طيب لو وصلت لحد هنا بقى من الفيديو، ولو مش مشتركة في القناة باتمنى تشتركي. طبعًا ده وقت قياسي جدًا، إحنا في الدقيقة ال9، ويا ريت كده تكوني وصلتِ لحد هنا من الفيديو وتحطي لايك حلو كده لو نسيتيه، وكمان تشجعيني بكومنت حلو منِّك كده تصلّي فيه على الحبيب المصطفى. وكمان معلش بقى أنا عارفة باطلب منكم حاجات كتير، بس أنتم طالما فتحتوا الفيديو عندي بقى يبقى لازم تشجعوني، وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الجميع. يالّا بينا بقى نغسل كمان، طالما بنغسل بقى يبقى لازم نغسل كُلّه قبل ما نلزق الورق. ف بدأت كده كمان بالأرفف دي، الأرفف دي فيها اللهم صل على سيدنا محمد، بنحط فيها كده الحِلَل بتاعتنا، هنغسلها بقى كويس جدًا ونرُص فيها الحِلَل بتاعتنا، بس طبعًا بعد ما تنشف، تمام. بنرُص الحِلَل كده في جنب تنشف، وبعدين بابدأ إن أنا أرُصّها على الرخامة دي، هاغسلها برضه كويس جدًا وأنشّفها بالمرّة بقى. طالما بدأنا نضافة يبقى لازم النضافة تبقى من كُلّه. وعشان كده ما اكركبش كل حاجة فوق دماغي، حاولت ان انا اقسم المطبخ حتة بحتة. خدت المطبخ كده على مراحل، اول حاجة الحوض وبعدين الترابيزة بعدين البوتاجاز، فاهمين انتوا يعني واحدة واحدة كده. وبدأت كل جانب من الجوانب في المطبخ او كل حتة في المطبخ تاخد معايا كده حقها من النظافة. حتة حتة بدأت ان انا انضفها، وطبعا سبت الورق للاخر خالص. الورق بقى طبعا بعد ما غسلته وخلصت هبدأ ان انا الزقه على الحيطة. عايزة اقول لكم الحيطة دي فيها كده زيوت، والزيوت طبعا مش بتطلع بالسلكية او باي حاجة، لان الدهان اللي احنا دهنينه ده مش بلاستيك. بمجرد ان احنا نعمل يعني نغسله او نعمل فيه اي حاجة على طول بيتقشر، تمام. فكان الحاجة الوحيدة له يا اما يدهن وش تاني لون تاني على اللون ده، يا اما بقى نستسهل ونجيب ورق حائط ونغير الشكل، يعني نغير الشكل ده، تمام. فكده خلاص انا خلصت كده كل حاجة، ما عادش فاضل بقى غير ان احنا نلزق الورق. عايزة اقول لكم انا كنت عايزة الزق الورق معاكم، بس بقى للاسف هلزقه، يعني هلزق الورق وهوريكم كمان ان انا لزقته ازاي، تمام. فعشان نلزق الورق انا عاملاها مصوراها معاكم في فيديو للمطبخ عندي. كنت عارفة ان انا اصور لكم ازاي بلزق الورق هنا بقى. طبعا هلزق الورق من فوق من عند السقف بتاع المطبخ لتحت كده. فبصراحة معرفتش اصور لكم وانا بلزق الورق على الحيطة، تمام. فكل ما الزق حتة كده هوريها لكم وهتشوفوا معايا انا لزقتها ازاي. ببدأ ان انا بسحبه طبعا بفوطة ناشفة زي ما قلت لكم، فوطة مش ناشفة، فوطة مندية حاجة بسيطة. وببدأ ان انا الزق الورق بتاعي، شايفين؟ دي كده كانت اول لفة معايا. دي بالظبط كده اول لفة، اللفة المفروض ان هي 5 متر، ضحكوا علينا وبينها 4 متر، مش عارفة، بس هي دي المفروض ان هي دي اول لفة. آه، عملت بيها الرخامتين اللي انتوا شايفينهم دول. وكمان حتة كده من الحيطة، شايفين الحيطة عاملة ازاي؟ هو ده كان الحل الوحيد ليها، ان احنا نلزق لها كده ورق حائط، تمام. غير شكلها 130 درجة. خليكي معايا كده وشوفي النتيجة النهائية عاملة ازاي. بجد النتيجة النهائية ضيعت كل تعبي في اليوم ده. كنت تعبانة جدا، اليوم ده كان مرهق جدا عليا وكان متعب جدا، لان كان يوم تنظيف عميق من اول الصبح للعصر. فكان يوم تعب. خلصت كل حاجة كده براحتها، واديت لكل حاجة كده حقها، وغسلت كل حاجة، خليت كل حاجة نظيفة. بصوا بقى دعوة أمي أو دعوة حماتي، دي دعوة الحما للسما، تمام. الدعوة دي أصلا يعني المثل ده حقيقة فعلا. دعوتها كده ليا والله العظيم نستني تعبي. المطبخ لما لقيته بالشكل الجميل ده أنا بصراحة نسيت تعبي ونسيت كل حاجة. آه، نسيت كل التعب ونسيت كل المجهود اللي انا عملته، تمام. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين بقى الشكل النهائي عامل ازاي؟ ما شاء الله. دول كده 4 لفات من الورق الحائط. وكمان لزقت ورقة البوتاجاز. عايزه اقول لكم انا لزقت وانا بلزق كده، ما كنتش عارفه اصور لكم وانا بلزق، ما هو لان كنت باينه جدا في الصوره، فكان لازم بقى ان انا
ألزق وأصور لكم بعدين أنا لزقت إيه. فعشان تلزقي بتثبّتي كده الأول طرف الورقة معاكِ، وارجعي الفيديوهات القديمة وإن شاء الله هتشوفيها وهتعجبِك وبإذن الله تستفادي منها. ارجعي للفيديوهات القديمة وشوفي أنا لزقت الورق إزاي ولازقاه معاكم خطوة بخطوة، ويلزق معاكِ وتعرفي تلزقيه لوحدِك من غير أي مساعدة أي حد معاكِ، تعرفي تلزقي الورق ويبقى معاكِ مضبوط وزي الفل. السجادة دي بقى كانت عندها في الصالة، فما كانش ليها مكان يعني هي تستبدلها بحاجة تانية، فقالت لي: "خلاص خديها عندِك في المطبخ." فما ينفعش بقى آخدها في المطبخ من غير ما أغسلها غسلة محترمة كده ومتينة، النضافة بقى لازم تبقى من كُلّه، وكمان أغسل لها البلاط كويس جدًا وتحت الحوض بقى وكل حتة لازم أغسل الحتة كويس جدًا، بالمقشة وبالفرشة برضه مسكت السجادة غسلتها كويس جدًا. وخلاص بقى نشطفها ونحطها تتنشر وبعد كده نفرشها بقى كل حاجة تبقى نضيفة وزي ما عملت عندي مش هبخل واعمل عندها وهكبر بخاطرها كده وهستنى ربنا سبحانه وتعالى يكبر بخاطري. شوفوا بقى لما ربنا سبحانه وتعالى كده جل وعلا يكبر بخاطرنا، اللي بيكبر خاطر حد ربنا سبحانه وتعالى بيوقف له كده حد يكبر بخاطره. اللهم اكبر بخاطرنا جبرا أنت وليه واجعل ما يتمناه قلبي تراه عيني. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يكبر بخاطركم جميعا يا رب. ربنا يرزقكم بإذن الله ويرضيكم ويعطيكم حتى يرضيكم، وبإذن الله تحققوا كل اللي نفسكم فيه عاجلا غير آجلا. اللهم آمين يا رب العالمين. كل اخواتي وكل حبايبي ومتابعيني على القناة، نظفنا كده ومسحنا وشمينا ريحة النظافة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم عليكم. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. وأخيرا ده الفيديو بتاعي، بتمنى يكون عجبكم وبتمنى تستفادوا منه.